بيتسو موسيماني يتعاقد مع الزمالك لمدة موسمين بمقدم تعاقد 3 شهور. الخبر ده هتشوفوه في بعض المواقع اللي كاتبة عن تعاقد الزمالك مع بيتسو موسيماني رغم وجود مدير فني دلوقتي ولسه الزمالك متعاقد معاه وهو الكولومبي أوسوريو. طب مدى صحة الخبر ده ايه؟ وهل فعلا في مفاوضات مع موسيماني؟ وهل فعلا تم التوقيع؟ ولا هي مجرد اخبار ممكن تكون موجودة في المواقع؟ هقول لك القصة والتفاصيل كلها كاملة واخر الاخبار الخاصة بهذا الموضوع. خلينا نتكلم في البداية عن الجزء الخاص بتعاقد بيتسو موسيماني مع أهل جدة وانتهاء التعاقد بشكل ودي بعد ما قدر بيتسو موسيماني ونجح في فترة قليلة جدا بمجموعة لعيبة هو راح يبقى موجود عليها. تعاقد معاها أهل جدة وكمل معاهم لغاية ما صعد معاهم إلى الدوري الممتاز السعودي. تعاقد بيتسو موسيماني مع أهل جدة كان بمبلغ 66 ألف دولار. 66 ألف دولار، وخد شرط جزائي كان 3 شهور وتم إنهاء التعاقد بشكل ودي ومفيش أي مشكلة حصلت. بيتسو موسيماني صرحت زوجته في أكثر من موقع وأكثر من جريدة في جنوب إفريقيا بأن هناك بعض المفاوضات اللي موجودة مع نادي الزمالك، وإن كان هذه المفاوضات لا تتم بشكل رسمي. نروح لأوسوريو وبعدين نرجع تاني لبيتسو موسيماني. أوسوريو تعاقد مع الزمالك ب40 ألف دولار لمدة موسم ونصف، وأيضا شرط جزائي 3 شهور، يعني لو الزمالك هيمشي أوسوريو هيدفع 120 ألف دولار، يعني بحوالي 4 مليون ونص مصري تقريبا، وده شرط جزائي ما هوش كبير. طيب، في مفاوضات فعلا، المفاوضات موجودة لكن داخل غرفة مجلس إدارة نادي الزمالك، ما كانتش بشكل رسمي وما بقتش بشكل رسمي، وتصريح زوجة موسيماني لأن هي وكيلة أعماله تصريحه بهدف التسويق لهذا المدرب. طب ده معناه إن مفيش مفاوضات خالص، ومعناه إن الزمالك محدش اتكلم معاه في جزء خاص بتدريب النادي؟ هقول لك لا، في كلام، لكن الكلام مقتصر على اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين وما خرجش بره الاتفاق ما بينهم وما بين بعض، لان في بعض موافق وفي البعض مختلف. البعض اللي موافق قال لك ما عنديش مشكله ان الشرط الجزائي ده اللي هيدفع لاوسوريو هيبقى يعني رقم ما هواش كبير وما فيش فيه مشكله، وبيتسو موسيماني لو جه هتبقى حاجه هتدعم مجلس اداره الزمالك لحد كبير. راجل كان بيدرب الاهلي، ومعنى ان انت تستخدمه لتدريب الزمالك دي حاجه يعني هتفرق جدا في شعبيه مرتضى وهو محتاجها الفتره دي. لكن الغريب في الامر ان مرتضى نفسه هو اللي رافض فكره التعاقد مع بيتسو موسيماني. تخيلوا ليه؟ رغم انها حاجه ممكن تفيده في مجال الماركتينج او مجال التسويق يعني ليه، ولدعمه في وجوده المجلس الاداره وقصه عزله والكلام اللي كلكم عارفينه. طيب ليه رافض؟ رافض لأن بيتسو موسيماني دائم التصريح في وسائل الإعلام بتصريحات مثيرة للجدل، والنقطة دي عاملة مشكلة مع مرتضى منصور لحد كبير. هو الوحيد طبعا زي ما انتم عارفين اللي بيحب يظهر في الإعلام وما بيحبش حد يطلع ويتكلم غيره هو بس. النقطة التانية إن بيتسو كان له تصريح أيضا في جريدة في جنوب إفريقيا، قال فيها إيه؟ قال إن الزمالك بمجموعة اللعيبة اللي موجودة دلوقتي محتاج تدعيمات وتدعيمات كبيرة جدا، لأن هناك أكثر من لاعب لا يصلحوا للعب لنادي الزمالك. طيب بيتسو موسيماني بيتفق مع مين أو في مفاوضات رسمية مع مين؟ مع ناديين، والناديين في الشمال الإفريقي، نادي الترجي التونسي ونادي الرجاء البيضاوي المغربي، وإن كان الأقرب هو تعاقد بيتسو مع نادي الرجاء المغربي. طيب الفكرة إن خلال الفترة اللي جاية الزمالك بيحاول انه يتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين. اذا نجح الزمالك في انه يتعاقد مع بعض اللاعبين اللي ممكن يفيدوا الزمالك فنيا ويستغنى عن بعض اللعيبه اللي وقعت النادي زي ما انتم عارفين الفتره اللي فاتت دي، هيتم التعاقد مع بيتسو موسيماني، بمعنى ان بيتسو واخد مهله شهر واحد فقط لا غير عشان الزمالك يرد عليه ويقول له وارجأ مفاوضات الترجي والرجاء لحين حسم الزمالك لامره، لان الاولويه عند بيتسو انه يدرب الزمالك ما يدربش الترجي ولا الرجاء.
دي كانت القصة كلها مختصرة عشان تبقوا عارفينها ومتابعينها، ومحدش يتكلم كلام ممكن تكونوا بتشوفوه في مواقع او بتشوفوه في بعض الفيديوهات التانية كلام مش حقيقي. انا حكيت لك القصة كلها، واي تفاصيل جديدة هطلع ان شاء الله واقول لك عليها. اشوفكم في حلقات جديدة.